ماذا منع الله عنا؟ لقد أعطانا ربي كل شيء. بسط لنا الأرض بسطة، وهبنا أفضل موقع في سطح البسيطة، دفن تحت أقدامنا، أقدام العرب، كل خيرات وثروات الأرض، غاز، بترول، ذهب، مرجان، وديان خصيبة. صب علينا ربي الرزق صبا، جعلنا ربي أغنى شعوب الأرض بلا تعب. أعطانا من أسباب الوحدة كما أعطانا من أسباب الثروة. أعطانا لنتحد ما تنوء بحمله الجبال، لغة، ثقافة، دين، نسب، قبلتين. فكيف أدرنا الأمانة؟ هل نشرنا علما نافعا؟ هل نصرنا مظلوما؟ هل رفعنا راية العدل؟ هل صدعنا حقا؟ هل طبقنا حكما رشيدا؟ هل وحدنا كلمتنا وأرضنا؟ لا والله، نشرنا فسقا وحللنا حراما وحرمنا حلالا، وصرنا مضرب الأمثال شرقا وغربا في السفه والتبذير والإسراف. ضيقنا على مساجدنا وصنعنا أشباه شيوخ ليخرجوا لنا دينا سلطويا فاجرا. حاربنا بعضنا بعضا ونفذنا أجندة أعدائنا ودفعنا لهم ثرواتنا ليحمونا من بعضنا البعض. أسسنا حكما عضوضا جبريا، ثم استدعينا أعداءنا ودفعنا لهم التريليونات ليحموا عروشا ظالمة ما اختارها أهلها، بل وضعها ودعمها وحماها أعدى أعدائها. لا إسلاما رفعنا ولا عدلا نشرنا، فأخذانا الله وسلط علينا أعداءنا ينهشوننا نهشا. نحن قوم أعزهم الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. يا عرب، هذا ما نحن عليه أذلاء بلا كرامة ولا نخوة. تداعوا علينا كما تتداعى الأكلة على قصعتها، ولم لا؟ فديننا دين عز، لست أدري أدلة قومنا من أين جاءوا. بسم الله الرحمن الرحيم: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله